رئيس الكاف يقلب الطاولة على فوزي لقجع. لنتابع التفاصيل. قامت الجامعة المغربية بقيادة رئيسها فوزي لقجع بجميع المحاولات من أجل الوصول إلى الجزائر في خط جوي مباشر إلى مدينة قسنطينة، لكنها لم تنجح في ذلك. وصدم رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، حيث قال الرجل الأول في الكاف خلال ندوة صحفية عقدها بملعب نيلسون مانديلا: من يقول أن فوزي لقجع هو من يتحكم في دواليب الكاف فهو مخطئ تماما. وأكد موتسيبي في حديثه أيضا بأنه اجتمع اليوم بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مباشرة بعد التدشين الرسمي لملعب نيلسون مانديلا الجديد، وهو جد سعيد بهذا الإنجاز التاريخي. ثم تبع: نهنئ الشعب الجزائري والرئيس الجزائري لتسميتهم هذا الملعب الرائع على اسم شخصية تاريخية وأسطورية في أفريقيا، مانديلا. إنه فخر لنا جميعا. نحن واثقون وملتزمون بأن تكون هذه النسخة من الشان الأحسن في التاريخ.